السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة فيديو مهم جدا جدا، بتمنى تسمعوه للاخر لوجه الله تعالى. انا بستغيث النهاردة وطالبة استغاثة لحالة شيماء، وطالبة منكم 3 طلبات ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو، بس اسمعوا القصة للاخر. قصتنا النهاردة قصة شيماء، عندها 22 سنة. شيماء دي يا جماعة من قرية تبع بنها، اتجوزت عندنا هنا في بلدنا، يعني زوجها هنا من القرية اللي أنا عايشة فيها، راجل غلبان وعلى قد حاله. فاتجوزوا زي أي اتنين، وشيماء حملت. طبعا أنا قلت لكم عندها 22 سنة. فجيت بقى في آخر شهر لها في الحمل، حبت إن هي تتابع مع دكتور علشان تشوف هتولد إزاي والكلام ده كله. فالدكتور اللي هي بتتابع معاه قال لها الولادة بتاعتك لازم تكون قيصرية، لأن عندك جدار الرحم مش هيستحمل ان احنا نعمل ولادة طبيعية، فهينفجر وهيحصل مشاكل كتير، فلازم الولادة تكون قيصرية. فطبعا زوج شيماء لانه غلبان وعلى قد حاله معهوش يدفع حق ولادة قيصرية عند دكتور خاص، فقرر ان هو ياخد زوجته ويروح مستشفى عام، مستشفى حكومي، تعمل لها العملية القيصرية. فشيماء طبعا راحت مستشفى تبع بلدها، راحت مستشفى جامعة بنها. الدكتور هناك يا جماعة بالرغم ان اهل شيماء عرفوه حالة شيماء وان هي لازم تولد قيصري والكلام ده كله، ما اقتنعش بكلامهم وصمم ان هو يعمل لها الولادة طبيعية. فطبعا اهل شيماء ناس غلابة، هيعملوا ايه؟ خلاص فرضيوا ووافقوا ان بنتهم تولد طبيعي. خلاص ده دكتور بقى وفاهم والكلام ده كله. قعدوا بقى يقولوا في دكاترة بتقول ده كلام وفي دكاترة بتقول كلام مختلف. فالمهم ان هم سمعوا كلام الدكتور، وفعلا شيماء ولدت بشكل طبيعي خالص من غير عملية قيصرية. بعد ساعتين بالظبط من ولادة شيماء حصل المتوقع، شيماء جالها نزيف حاد جدا جدا. جري يوم أهل شيماء على الدكتور، عرفوه باللي حصل. فالدكتور قال لهم ما ينفعش نوقف النزيف ده غير باستئصال الرحم. حاول معاها بكل الطرق فما نفعش، فمضى زوجها على اقرار ان هو هيشيل رحم زوجته علشان يحافظوا على حياتها، لان فعلا حياتها كانت في خطر. فالزوج بالفعل مضى الاقرار علشان يحافظ على حياة زوجته، ورضي بالامر الواقع، والدكتور استأصل لها الرحم. يا ريت على قد كده وبس ان هو نهى على مستقبلها. خلاص بنت عندها 22 سنة ولدت مرة واحدة ومش هتولد تاني، وما قدامهاش فرصة ان هي تحمل ولا تولد زي اي حد. وحرم الطفل اللي اتولد ده ان يبقى ليه اخوات، يعني قضى على اسرة كاملة يا جماعة ودمرها. يا ريت بس على قد كده، لا ده الكلى كمان اتأثرت بسبب النزيف ده وتعبت جدا جدا، وبقت شيماء محتاجة الغسيل كلوي يوميا. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، حالتها صعبة جدا جدا. كمان غير إهمال المستشفى اللي زوجها بيشتكي منه، مراته بتتوجع وبتتألم في اليوم 100 مرة، وبيطلب بالليل استغاثة من الممرضات إن هم يجوا يلحقوا مراته بتتألم وبتتوجع. الممرضات مش بتستجيب للاستغاثة بتاعته، وبيردوا عليه بكل استهتار ويقولوا له إحنا بنشتغل بالنهار، مش هنشتغل بالليل كمان، ده وقت الراحة بتاعنا، ومش بيغيثوا مراته من الألم بتاعها. فتوجه طبعا زوجها وعمل شكوى في الطبيب وشكوى في المستشفى. يعني انا ما طلعتش اتكلمت عن الموضوع غير بعد ما الموضوع بقى رأي عام، بس رأي عام مش منتشر. انا حابة ان الموضوع ينتشر. تشاركوا الفيديو ده على اوسع نطاق يا جماعة، لان انا طالبة منكم دعوة 40 غريب. 40 غريب مستجابة لشيماء. شايفين طبعا شكل شيماء، حجمها زاد جدا جدا، هي ما كانتش كده. غير ان هي اتحرمت ان هي تخلف تاني، الكلى بتاعتها اتدمرت، غير الالم والوجع اللي هي فيه. ربنا يا رب ما يكتبه على حد فينا يا رب، ويعافينا جميعا. فانا طالبه منكم 3 طلبات. اول طلب ان انتم تدعوا لها جامد جدا جدا من قلبكم ان ربنا يشفيها ويزيح عنها علشان خاطر ابنها المولود الجديد ده. تاني طلب لو انتوا قادرين تساعدوها باي شيء، هي موجوده في مستشفى جامعه طنطا، لان طبعا زي ما بقول لكم زوجها غلبان جدا جدا، وطبعا بتحتاج لغسيل كلى يوميا، وهي في مستشفى عام محدش مهتم بيها، فمحتاجه تتنقل لمستشفى خاص. تالت حاجة ان انتوا تخلوا بالكم على نفسكم وعلى بناتكم. مش اي دكتور سوري في اللفظ غبي ما بيفهمش يقول لكم على اي حاجة تصدقوه. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. بتمنى منكم ان انتم تشيروا الفيديو على اوسع نطاق. طبعا انا مش بطلب منكم تشير فيديوهات باستمرار، بس الفيديو ده بالذات محتاجة ان هو يتشير، لان الموضوع يا جماعة مش معروف قوي. يعني في قضايا بتحصل وبتنتشر وبتبقى ترند والناس بتقف جنبها وبتدعمها وبتساعدها، بس
بس دول علشان غلابة ما حدش اتكلم عنهم. فانا حبيت اعمل عنهم حلقة النهاردة في قناتي، ويا رب يا رب تكون سبب في اي حاجة تعمل خير لشيماء. ان شاء الله باذن الله اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.